يا مساء الهنا، عايزين تاكلوا منين ومكسلين والحر مخليكم مش عايزين تستنوا بقى حاجة تخمر والكلام ده كله. النهارده عملت لكم المنين بدون خميرة، تحفة جدا، طعمه في منتهى الجمال، دايب ذوبان. شايفين الطعامة؟ بجد خطير قوي. ايه رأيكم في الجمال ده؟ يلا بسرعة لايك وشير للفيديو، تعالوا نعرف عملنا المنين القمر ده ازاي. بسم الله. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، ضفت عليه معلقتين كبار من السمسم، حابه تحطي اي منكهات براحتك خالص. تمام كده. معلقه كبيره من الحليب البودر ومعلقتين كبار من السكر، لو حابه بقى تضيفي من المنكهات شمر، ينسون، كمون، اي حاجه انت حباها ضيفيها. ضفت معلقه كبيره من البيكنج باودر اللي هو طبعا بتاع الحلويات. تمام كده. احنا مش هنحط فيها خميره ولا اي حاجه. قلبت الكلام ده كله مع بعضه، ومعايا كوبايه الا ربع من السمنه، وينفع جدا تبقى خليط بين السمنه والزيت. تمام كده. نزلت بيها بالشكل ده وهبسهم، ومش شرط خالص عجين، بسيها على ايديكي مفيش اي مشكله. المهم ان انا عايزه الدقيق ده يبقى عامل شبه حبات الرمله المنديه كده، وهوريكوا شكله طبعا دلوقتي. بعد ما حبسته بالشكل ده مش هياخد معاكي وقت خالص، الكميه صغيره لكن النتيجه بتاعتها هايله جدا وهتديكي كميه كبيره. بعد ما بسيته بالشكل ده وبقى عامل شبه حبات الرملة، معايا كوباية الا ربع من المية الدافية، وهبدأ انزل بيها واحدة واحدة لحد ما الم العجينة. ما خدتش معايا اكتر من كوباية الا ربع. تمام. ينفع طبعا تعجني بلبن او لبن رايب او لبن قاطع من عندك، اي حاجة عندك ينفع. وبعدين انا مش عايزاها تتعجن، انا يدوب بس هلمها. بمجرد ان انا هلمها وتبقى معايا العجينة طرية وعاملة شبه الملبن كده. طب ليه استخدمت ميه دافيه واحنا ما فيهاش خميره؟ انا استخدمت ميه دافيه لان انا هشتغل في العجينه على طول. شايفين السهوله؟ والله العظيم ما خدت معايا ربع ساعه في تشكيلها ولا في عمايلها. كلها على بعض كده ما خدتش معايا وقت خالص. هقطعها لقطع صغيره بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. عرفتوا بقى ليه انا حطيت ميه؟ عشان تبقى طريه معايا، الميه الدافيه بتطريها. تمام. هنا بقى جبت شويه ملبن وشويه عجوه، خليت ده لوحده وده لوحده، حطيت على كل واحد معلقه من السمنه، وعجنته كده بايدي على البارد مش على النار. وبعد كده عملته صوابع، لان كذا مره اقول لكم الاهم من الشغل تظبيط الشغل. لقيت الدنيا متظبطه جنبك كده، شغلك هيبقى مرتاح. هاخد كوره كده من اللي احنا عملناهم وابدا افردها كده بسمك رفيع بايدي. بصوا العجينه مش محتاجه لا نشابه ولا اي حاجه، بايدي كده الموضوع سهل خالص. زي ما انتوا شايفين عملتها كانها مستطيل، ما جريتش ولا اي حاجه عشان تشوفوا معايا انها سهله جدا. هجيب كده من العجوه اللي انا عملتها الصوابع، وابتدي ارصهم جنب بعض بالشكل ده، واشيل الزياده، ممكن احطها في حته تانية لو في حته ناقصه، وهكذا. واقفل بقى عليها بالعجينه بالشكل ده. ده اللي هو منين عادي، او تعتبر قراقيش، مش كعب الغزال اللي هو اللي بنفرد فيه العجوه. وانا عملت معاكم كعب الغزال قبل كده، بيبقى العجينه بتبقى ملفوفه كده على العجوه. تمام كده. لا ده كده قراقيش سريع او منين. تمام. واقفل عليها كويس جدا من تحت، واخدها بقى برومها كده تحت ايدي بالشكل ده. شايفين؟ مش هتاخد معاكي ثواني خالص الفيديو من غير ما اجريه ومن غير اي حاجه. بعد كده بقى ايه، هظبطها بالشكل ده واديها تبطيطه كده بسيطه، واجيب قطاعه او سكينه وابدا اقطع. مهم عندي بس ان انا اساوي الشكل كده عشان كله يطلع مقاس واحد معايا وسوا واحد بالتقريب يعني. تمام. واجيب بقى قطاعة اقطع الزيادة بالشكل ده، وابتدي اقطعيها بالسمك اللي انت عايزاه، عايزاها كبيرة عريضة رفيعة زي ما انت حابة. انا قطعت حبة على ده وحبة على ده عادي زي ما كانت بتطلع معايا القطع. بصوا بقى الجمال، انا عايزة اوريكم قد ايه هي جميلة. بصوا شكلها حلو ازاي. وعايزاكي تعملي السمك بتاعها ما يبقاش عالي قوي عشان تستوي معاكي في الفرن، ما يبقاش العجين كتير فما تستويش. تمام كده. جبت بقى صاج او صينيه عليها دهنه خفيفه كده من الزيت، وهبتدي اظبط الشكل بتاعي وارص. مهم جدا وانا برص ان انا ملزقهمش في بعض، هما مش هيخمروا هيلزقوا في بعض، لا انا مش ده الهدف. الهدف اللي انا عايزاهم يتحمروا لما يخشوا الفرن، يتحمروا من كل ناحيه، مش يبقى متحمر من فوق ومن تحت والجناب بيضه. لا انا عايزاه يبقى بصوا في مسافه كده بينهم، عشان كل واحده اما تخش الفرن كل واحده تبقى واخده اللون بتاعها من كل جانب. تمام كده. وسبتها على جنب، وبفرد بقى واحدة تانية اهي معاكم بنفس الطريقة. شايفين؟ والله العظيم ما خدوا وقت تماما. وابتدي اجيب بقى الملبن وافضل الف. عايزة تعملي بقى ملبن بس عجوة بس، عايزة تعمليها سادة زي ما انت حابة.
تمام، وابدا الف بالشكل ده. طبعا الحاجات دي بقت غاليه جدا في الافران، بتتباع بالكيلو، والكيلو وصل مبلغ يعني. فعلى ونص كيلو والله عمل لي حبه حلوين جدا. الطبق اللي انتوا شفتوه في الاول وقده كمان، فحلو قوي قوي يعني. يعتبر كيلو قراقيش عملتيه بنص، ويمكن ازيد كمان. انا بقول كيلو، هو كمان ازيد من كيلو في الوزن. يا خساره والله ما وزنتهوش، يا ريتني كنت وزنته. بس هو عامل معايا ما شاء الله حبه حلوين، بدل ما نشتريه من بره هنكون عملناه. بصوا دي اللي بالملبن، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد شكلها حلو قوي. ولازم زي ما قلت لكم تحافظوا على ان العجينه ما تبقاش كتيره. بصوا انا عملت صاجين من دول اهي، لسه العجينه قدامكم اهي، سايباها عشان بعد ما اخلص الصاج ده عملت صاج تاني. طبعا ما بنستناش بقى تخمر ولا اي حاجه، الصاج اللي بيخلص على طول على الفرن. قبل ما احطه على الفرن معايا شويه حليب، عليهم معلقه من الزيت، دهنت بيهم الوش وحطيت سمسم. ده في حالة ان انت عايزة تحطي سمسم، ممكن تعمليها سادة من غير اي حاجة، فهتدهنيها بالحليب بس وتدخليها الفرن على طول. تمام. وممكن كمان ما تدهنهاش، هي فيها سمنة هتاخد لون لوحدها لو انت مش هتحطي سمسم. تمام. انا حطيت السمسم بالشكل ده، اتلخبطت معلش. بعد ما تدهني رشي سمسم على طول. بس كده بخلص الكمية كلها بتاعة الصينية او الصاج ده، وهدخله الفرن على درجة حرارة 160 او 170، يعني اقل من المتوسط، في الرف الوسطاني من تحت بس لحد ما يستوي. بشغل الشواية تاخد لون من فوق، وعقبال ما يطلع من الفرن اكون انا خلصت الصاج التاني. ده كده الشكل النهائي. بجد مفيش لا احلى ولا اطعم ولا اسهل من كده. شايفين قد ايه سهلة، قد ايه جميلة؟ بصوا مش مستحملة خالص، وهشة جدا وناعمة ومقرمشة في نفس الوقت، وحاجة بجد جميلة. دي اللي بالملبن. هوريكم بقى واحدة بالعجوة، هتبان طبعا الفرق، لان لون الملبن من لون العجينة. بصوا بقى الشكل ده، شايفين شكل العجوة فيها عاملة ازاي؟ بصوا قد ايه هشة ومقرمشة ومفرغة وجميلة، وريحتها قلب الدنيا كلها.